السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. كل متتبعين الأوفياء القناة عفاف الفاسية، كيف ما كتشوفوا فيديو جديد. هذا النهار شاركت معكم الفلوق ديالي. قضيت يوم كامل في مسبح الجوهرة الخضراء ديال مونفيغ بمدينة فاس، المسبح الغني عن التعريف. وخا هكاك قلت علاش لا نصور لكم مقتطفات من المسبح ونشاركها مع الناس اللي ما كيعرفوش والناس اللي يبغيو يجيو يديروا زيارة لفاس ويزوروا حتى هذا المسبح الرائع ذو المساحة الشاسعة واللي متكون من جميع المرافق اللي تقدري تحتاجيها باش تقضي يوم كامل مع الأسرة ديالك والوليدات ديالك وتفرحيهم. وانتم كتشاهدوا الفيديو ما تنساوش تدعموا القناه باللايكات والبارطاج، وكذلك لاول مره كيشاهد القناه يضغط على زر الاشتراك ويفعل زر الجرس هكذا باش يتوصل بكل ما هو جديد. كيف ما كتشوفوا دخلنا في الصباح بكري، يعني مازال المسبح مازال ما بدا لا عمال لا والو، مازال عاد كيفتح. وانتم كتشوفوا المنظر ولا النقا ولا المساحة الشاسعة، وكذلك الأشجار، لي طوبوغو، الألعاب، كل شيء كيتوفر عليه هذا المسبح الرائع والمسبح الكبير جدا. بالنسبة للثمن والأوقات العمل غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. هذا المسبح الأول، المسبح الرئيسي، فيه 3 ديال المسابح اللي كبارين. هذا هو اللي شفتو المسبح الرئيسي، وهذا مسبح الصغار، عفوا فيه 4 ديال المسابح، 4 ماشي 3. هذا مسبح الدراري الصغار اللي دايرين لهم فيهم ديك الالعاب وديك الزليقات وديك الشيء في قلب المسبح، يعني في الامان. كيف ما كتشوفوا الواد دايز في الظهر ديال لابيسين. هانتوما كتشوفوا هذا الواد ديال عين الشقف هابط، والنخل والشجر والمساحه الخضراء واتساع، زياده على لي فيستير، طواليطات، كل شيء نقي، لي سيكوريتي اللي كيدوزو دابا وساعه، عمال النظافه اللي ما كيخليوش حتى شي حاجه طايحه في الارض، مقاهي ومطاعم ومنصات دي جي خدامه من الصباح حتى العشيه، يعني ملي كيبدا ومني كيسالي في 6 د العشيه العومان كيبدا شنو سميتو الانشطه، كتبدا الانشطه ديال العائلات. انا كنحاول نكبر لكم هكذا، غادي نوريكم الظهر ديالو شنو فيه. هذا كله داخل في المسبح، يعني مجرد انك كتقطعي التيكي ديالك فانت كتستافدي بكل حاجه كاينه في داخل المسبح. كاين هاد القنطره هكذا كيف ما كتشوفوا ليه، راه كاينين العاب للاطفال الصغار لا بغاو يلعبوا، وكاينين هنايا هاد لي بيسيكليت، انتم غادي تشوفوهم بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا الرياضه قبل السباحه. شوفوا لي غير المساحه، شوفوا الشساعه كيفاش دايره، وشوفوا النقا. وهذا النقا راه كيبقى طيله اليوم، يعني المسبح نقي وواقفين عليه الناس ديالو، وكتحسي بالراحه، يعني ما كاينش ديك العنصريه وما كاينش ديك الوساخ او العفن او شي حاجه، يعني كتعطي فلوسك في الامان. ها هما هاد البيسيكليت هادو كتكريهم، وواحد المبلغ اللي هو رمزي بسيط، الا بغيتي توري على ديك المساحه اللي دايره. صراحة الله مسبح عائلي بامتياز، يعني كتدي وليداتك وكتمشي كتحسي بواحد الراحة، واحد الأمان، واحد الاستجمام، واحد التمتع بالخضرة. هنا هذاك اللي منور راه طيران كيلعبوا فيه الدراري الكرة،
يعني هادشي كله داخل، هادو كله مرافق تابعين للمسبح. شوفوا على خضورة والظليلة والشجر، وزيادة على الماء وعلى المعاملة الحسنة ديال الموظفين ديال المسبح. لي ميتر ناجور قايمين بالعمل ديالهم، يعني وليدات صغار ما تخافيش عليهم في المسبح نهائيا. كاينين هاد البطات هادو ديكورات، يعني هادو كانوا كيسبحوا بهم داخل هاد الواد، وما بقاوش يستخدموهم، حاطينهم هنا على شكل ديكور. انتم كتشوفوا منصه الديجي اللي كتبقى قلت لكم طيله اليوم خدامه. راديو ديامونفير، كذلك اي واحد حتى شي حاجه كيجي لعندو كيهضر في الميكروفون. وشوفوا ضربوا لي على الشاسعه، شوفوا شحال وانا غاديه غير باش نوصل لهذا المسبح هذا اللي خاص، هاد لي طوبوغو اللي خاصين بالاطفال الصغار، يعني فين كيدوزوا النهار ديالهم وما كيلعبوا وكيستمتعوا بالوقت ديالهم. صراحة الله كاينين بزاف المسابح في مدينة فاس، مجهزين وزوينين ونقيين، ولكن هاد لا بيرلا عرفتي قضى عليهم لان فيه اتساع وفيه جميع المرافق اللي قد تحتاجيها باش دوزي نهار زوين مع وليداتك ومع عائلتك. انتم شوفوا يعني كيقيلوا الدراري هكا الصغار هنايا، ما تخافي عليهم ما حتى شي حاجه، زياده على ان متر ناجور كيكون واقف انفاس معاهم. بالنسبه لديك لي باراسول والكراسه هادوك حتى هما داخلين في المرافق المسبح، يعني اللي ما كيبغيش يحط الفوطو ديالو في الارض او يتكا في الارض ولا شي حاجه، كياخذ واحد الكريسي مع باراسول وكيقضي اليوم ديالو، كيتشمش وكياخذ راحته. شوفوا لي اتساع، شوفوا المكان كيفاش داير. بالنسبه لديك الشيء اللي من المور هاد الشجيرات هادوك خاص عاوتاني لي كارافان، ومن الفوق ديال الجبل هذاك اوتيل. شوفوا الجليسات ديال الخشب، مسبح رائع رائع بمعنى الكلمة. هذه هنا كافيه ريستورون اللي كدير جميع انواع الاكل. شوفوا المساحة الشاسعة.
بالنسبة لهنا ها هو لابيسين عمار، الناس كتعوم، العائلات كيعوموا. وكيف ما قلت لكم، من بعد ما كتدير 6 العشية وكينتهي وقت السباحة، كيبدا وقت الأنشطة مع الأطفال، وكذلك المسابقات بين الكبار من النساء، وكذلك مسابقات للرجال، المسابقات الرياضية إلى غاية الساعة 8، ومن غاية 8 إلى الساعة 11 ليلا كتبدا السهرة. يعني تقدري هادشي كله بالتيكي اللي كتقطعي دوزي يوم كامل من الصباح حتى الليل في المسبح. كنتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لحسن المتابعة ديالكم. دمتم في رعاية الله، والى فيديو قادم بإذن الله.